اوكي. هنا امامنا مسجد عريق من اقدم المساجد بالمغرب. يعود تاريخ تشييده الى حقبة طارق بن زياد الذي قام بفتح الأندلس. طيب شو اسمه هذا المسجد؟ طارق بن زياد. مسجد طارق بن زياد. مسجد طارق بن زياد. دابا عنده تقريبا 1300 سنة تقريبا. نعم. نتكلم على الديانات هنا. الديانة الإسلامية هي رئيسية، ولكن هناك احترام جد مهم وتعايش بين الأديان في المغرب. هذا شيء نفتخر به في هذا البلد. نحن لا نفرق بين ما هو يهودي، ما هو مسيحي، ما هو إننا مسلمين، فالأغلبية هي مسلمة، ولكن الإسلام الذي يوجد هنا عنده الطابع ديال البراءة، طابع التسامح والمحبة. عرف عن نفسك. والمحبة. معكم سعيد المجدوبي، وكيل أصفار يورو ماروك. وفي نفس الوقت أقوم بجولات بإرشاد سياحي، لأنه قبل أن أكون وكيل أصفار لقد كنت من قبل مرشد سياحي أقوم بزيارة تقريبا جميع المناطق بالمغرب. هذا فخر لي، وهذا مهنة التي أحبها بكل الأحد أي ساعة؟ قد الساعة هلا؟ الساعة 1:10 28 5 2023 كل احترام.